صباح السعادة، وربنا ينصر اخواتنا يا رب في غزة وفي فلسطين يا رب. دلوقتي سؤال مهم جدا، احنا كلنا بننادي، كل الناس اللي بتدعم القضية الفلسطينية بتنادي بمقاطعة كل البراندات والمطاعم والمحلات اللي بتساند اخواتنا البعدة. طلع ناس قال لك طب والناس الغلابة اللي شغالين في البلاد العربية والبيوت المفتوحة، وطلع بيانات ان احنا شركة زي الشركة بتاعت الاكل في مصر، احنا شركة مصرية ومالناش دعوة بالشركة اللي بره. فعايزين نوضح شوية حاجات. اولا، حضرتك واخد فرانشايز يعني انت واخد العلامة التجارية حق استخدامها في مصر، في مقابل ان الشركة اللي بره بتاخد منك فلوس قد كده. فاحنا ضد الشركة اللي بره، فعشان كده احنا بنقاطع حضرتك، لان ده مكسب للشركة اللي بره اللي صراحة بتدعم اعدائنا وانا لن اشارك في هذا. تاني حاجة، احنا مش ضد العمال والموظفين، دول اخواتنا وحبايبنا واهالينا، احنا مش ضدهم، احنا ضد البراند اللي انت شغال تحته، والبراند ده لازم ياخد موقف، يعتذر، يصلح غلطته. احنا بناخد منه موقف على المشكلة والكارثة اللي هو عملها ومشاركته في الدم اللي بيحصل مع اخواتنا الفلسطينيين. دي حاجة. تاني، قلنا الناس اللي شغالة هناك زي ما ربنا رزقهم في الشركات دي ممكن يرزقهم في مليون حتة. احنا كلنا عارفين ان الرزق بإيد ربنا مش بإيد مخلوق، واحنا مجرد اسباب. ففرضنا ان الناس دي حصل لها اي مشكله لا قدر الله، احنا اكيد ما يرضيناش ده، بس في نفس الوقت الرزق بايد ربنا هيرزقهم زي ما رزقهم بالشركه دي، هيرزقهم في حته تانية. وبعدين هو ليه كل الاعلاميين العظماء اللي بيقولوا الصعبانيات دي والموظفين، ودي شركه مصريه ودي شركه سعوديه ودي شركه مش عارف ايه، عايزين احنا يبقى قلبنا على الموظفين، والشركه اللي بتدعم الاعداء هي قلبها مش على موظفينها؟ بالعكس، ده احنا عايزين الموظفين بتوعها هم اللي يقفوا معانا ويقولوا لهم انتوا لو فضلتوا واخدين الموقف ده احنا بيوتنا هتتخرب. الشركة اللي ما تتسماش اي براند بيدعم الكيان المهبب ده هو اللي المفروض يبقى قلبه على موظفينه وياخد موقف ويصلح الموقف ده عشان ترجع الناس تاني تتعامل معاه. يبقى الشركة الأصلية اللي احنا بنقاطعها سواء كانت هدوم، أكل، شرب، أي حاجة، هي اللي مش قلبها على موظفينها اللي في الشركات العربية. فالأهم من ده كله إن احنا كلنا بننادي ونناشد، واحنا كل واحد مسؤول عن نفسه، ده قرار شخصي من كل واحد. طب ما في ناس لسه بتتعامل مع البراندات دي ومش فارق معاها المقاطعة. احنا ما ضربناش حد على ايده، احنا ما منعناش حد يشتري ويتعامل مع البراندات دي، احنا ما رحناش كسرناها ولا اذيناها ولا قفلناها ولا منعنا اي حد بالقوه. الموضوع كله قرار شخصي، وناس اختارت ان هي تبقى جنب الخير وجنب الحق، وما تقفش مع المعتدين ومع الظالمين. لا اعتدينا على حد ولا منعنا حد بالقوه. فما تجيش تاني تقول لي والناس والشركات والغلابه واصل دي شركات مصريه وشركات عربيه. لو سمحتوا الكلام ده اسطوانات مشروخه بتضحكوا بيها على نفسكم قبل ما تضحكوا بيها علينا. اللي هيقاطع علشان ما يشاركش في المذبحة والمجزرة اللي بتحصل لاخواتنا وجيراتنا وحبايبنا، وهنفضل نقاطع اي حد يشارك مع السفاحين دول في قتل اخواتنا. ان شاء الله الحق بينتصر، لان ربنا هو الحق وهو العدل وما بيرضاش بالظلم ابدا، واحنا اخترنا نبقى في جنب الحق. تحية لكل واحد بيشارك في المقاطعة، وربنا ينصر الحق دايما يا رب، وصباح السعادة.